إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة أمازيغية سعيدة وكل عام وأنتم بخير. أسكا مباركي علينا وعليكم الصحة والسلامة والسلم لنا، ومبروك الفوز على نيجيريا، فوز مستحق. ورينا العالم شنو هي الكرة المغربية، وانتقمنا للمنتخب نتاع الزريبة اللي خرج بواحد الحصه ثقيله نتاع 2-0، وبينا له باننا غادي ننتقموا لكم واخا انكم ما كتحملوناش وما عندكمش معنا والدم تسنى لكم وما حنا، لان حنا متحضرين عليكم وبزاف د الحوايج. حنا انتقمنا لكم اليوم وخرجناهم من الباب الضيق، ووريناكم بانكم لو كان طحتوا معنا نتوما، وكنا كنتمناو انكم تطيحوا معنا في الكره، وغنوريكم شكون هما المغاربه. كنا باغيين نصيفطوكم بواحد السله نتاع 6 ولا 7 د البيضات في كرشكم، ولكن نيجيريا ما خلاتنا شيء. فاحنا انتقمناكم من نيجيريا وخرجناها، ونهار الحد ان شاء الله عندنا الكاس باذن الله، غتعم الفرحه للمغاربه كاملين. ايوا تقهروا، اكل اللوز المهلوك وكل الشوكه المهلوك، وما اللوز بزاف عليك. ارتاح دابا. البارح كلكم كتقولوا المغرب غادي يخسر. المغرب ما تيخسرش، المغرب ما تيخسرش. المغرب ابو الانتصارات، والدولة الزريبه بنت الانهزامات، ماشي حتى راجل، بنت الانهزامات. ما عمركم غادي تفلحوا بشي حاجه، ما عمركم، لان قلبكم اسود، قلبكم كحل كحل كحل. عياو المغاربه ما يديروا معاكم وانتم والو، كتعتبروها ضعف، والضعف محاول في حقنا. الضعف ما عمرنا غادي نكونوا ضعاف باذن الله، لان ناس كرماء وناس كنحبوا الخير اي واحد، ولكن ابتلينا بجار السوء وجار العار. احنا صابرين عليكم حتى يجيب لكم الله شي حاجه من عنده. اما حنا مرتاحين. السم، حنا تنشربكم السم غير وحده وحده. خرجوا كلكم كتغوتوا عاوتاني يقولوا لنا الكولاسه. شفتوا الماتش كي داير ولا ما شفتوش؟ ماتش وصل حتى ضربات الجزاء، عاوتاني يقولوا الكولاسه ويقولوا التحكيم ويقولوا لا قجع. علاش ما كتعرفوش تقولوا القجع؟ القجع صارتين هنايا شي حاطين لكم شي حاجه هنايا كتلقجع. قوم قلاله دي لا من لا. ارتاحيتوا دابا مرتاحين. وعلى الاقل حنا انتقمنا لكم الانتقام العسير، خليناهم يخرجوا، وبقى المغرب بوحده الدوله الوحيده في شمال افريقيا. كنا باغيين نتقابلوا حتى مع مصر، ولكن ما جابش الله. على الاقل ناس كتلعب الكره وناس محترمه وناس كتعرف، ناس عقال. ملي كيكون الخصم ديالك الكره عاقل ما كيطرى حتى شي حاجه. نتوما خدموا ضرباتكم نيجيريا، بغيتو تدابزوا بغيتو تقاتلوا، اش ما لعبتوش. اقسم بالله ما لعبتوا وتستاهلوا الخسران. شوف حنا منين اش درنا لها، حمق لها غير ما بغاش تعطينا الكره في البدو، كنا نديروا نذبحوهم ونغسلوا المذبح، ولكن ما بغاش تعطينا الكره. وصلنا حتى لضربات الجزاء، وريناكم من هم المغاربه. هم الاسود وليسوا بالضباع. المغاربه رجال، حتى النساء ديالهم اللبؤات رجال. فهنيئا لكم بهذا الفوز، وان شاء الله نهار الحد كلنا غادي نحتفلوا بالكاس. واللي ما بغانا ديما تنقولوها، الله يحرق والديه. الحمد لله، هذا من فضل الله. هذه الانجازات كامله سواء الكرويه او بزاف على صعيد صناعه السيارات، على البنيه التحتيه، الاقتصاد، اللهم لك الحمد. فوزا على فوز، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على السياسه الحكيمه نتاع محمد السادس، الله يشافيه ويعافيه. وسحقا لكل مكروه اللي تيكره المغرب، وعلى راسهم التبون المغبون. الناس عندهم رئيس وانتم عندكم واحد هس لويه فوق راسه. والله يدينا معكم شتاوي. بالنسبه لدوك اللي تقبطوا نتاع الحاضره، اظن كاينين جوج نتاع اللي قطعوا الفلوس شرقوها مزقوها مغربيه، وكاين واحد اشوف على دولات وصافطه لنا.
واحد سرق جهاز اللاسلكي، انت حارس خاص اش غادي دير به؟ يقول لي اش غادي دير به؟ شفاره كلشي تديروه. ها ثلاثه. وعندنا واحد كان كيسب المغاربه في مراكش حتى هو تخبط في المطار. وعندنا مسيو بيبي اولا الرجل البوال، هي 5 كلهم راهم في السجن. كاين اللي في سجن العرجات وكاين اللي في سجون اخرى، غادي يتحاكموا محاكمه عادله. بالنسبه لمسيو بيبي اللي قالك دخلوا داك الصاديات، دخلوا مشى تيرغبوا تيبوس اليدين، عافاكم الله يرحم الوالدين، طلقوه. ومن بعد 3 السوايع رجعوه، لان اثناء طلق السراح ديالو كانوا كيفرغوا الهاتف، ومنين فرغوا الهاتف ديالو لقاو مصيبه عنده. المصيبه نتاع الفيديوهات كلها غير سبان في الدوله، وسبان في الشعب المغربي، وسبان في الملك، كل ما يرتبط بالمغربيت. وكان عوار غير يخرج ويبدا تيطلق فيها. ولاو قبضوه وهبط دابا راه في سجن العرجات حتى 19 في هذا الشهر هذا، يعني حتى نهار الاثنين، وغتحكم عليه المحكمه، او لا ربما يعطيوه جلسه اخرى. خرج الاب ديالو، ونقول لكم ها هو، نسمعكم الاب ديالو اش يقول. ها هو، سمعوا معايا. هذا طفل، هذا صغير، ماشي انسان كبير ولا انسان الاخر. مالغريتو غلط غلطه، ضربوا ان بروسي، قال روح ندوك للمطار، ندوك لبلادك، ايا روح لبلادك. بصح ماشي للدرجه هذه. طفل صغير انتم شادينه 78 ساعه تحققوا معاه. واش راه الحاجه لك وحابين تلحق؟ واش هذا الاب هذا تيقول لك الطفل هو السيد بالمستاج ديالو؟ السيد لو كان تزوج، لو كان راه ولد، السيد عنده 20 عام، اش من طفل؟ منين الطفل خليه عندك في دارك؟ انت ما حاكمش ولدك، وما بغيتيش الدوله المغربيه تحاكمو. هي الدوله المغربيه غادي تحاكمو وغادي تربيه وغادي وراه صافطاتو العرجات. غيلقى واحد المجموعه الشباب ان شاء الله غادي يكرموه الكرم خور، ماشي الكرم اللي كرمناكم وعطيناكم البسطيله واتاي وكذا، وبقيتو كتقولوا المغاربه راه سداج. لا، هادو وحدين اخرين، هادو عندنا واحد الطبقه اخرى راه في السجن كتعرف الكرم كي داير، غادي يكرموه اخر كرم وغادي يصيفطوه لكم المقعد. السيد عنده المستشفى وكتقول لي طفل، قلت له ما يروحش للمروك. يا هو جا للمروك، لو كان ولدك مربي وذو اخلاق، ما كانش انه يعصيك ويجي للمغرب. وحتى في حالة ما إلا عصاك وجا للمغرب، أنه يكون إنسان كيمثل واحد العائلة اللي تربى فيها. أنت كتهضر هنا وكتقول لي طفل، وداك الولد هذاك اللي تقبط اللي كتقول لي هو طفل، داك رؤوف بن القاسم أو لا البوال، رؤوف البوال اللي ولات عليه عالمية مسيو بيبي، أو لا رؤوف البوال ما مربيش، يعني تربى في واحد العائلة منحلة أخلاقيا. كاين شي واحد اللي تيقول الهضره كتقول ما دار والو، غير كيضحك. كيفاش كان كيضحك؟ واش هادشي فيه الضحك؟ تيكون بالزريبه ويضحك، اما ملي يكون في المغرب خصو ينضبط ويمشي بالقوانين اللي دايرها المغرب. طلقوه، ولكن هو كانت عنده حوايج اخرى مسجلها، فكيعاين حتى يخرج مسيو بيبي رؤوف البوال. هانيئا لك، دابا سير مع راسك، غتلقى واحد المجموعه المغاربه تبارك الله، اللهم صل عليك رسول الله، الدرع قداك واشمين ومقادين ينتظروك، غادي يديروا لك العرس. كون على اليقين التام، غادي يديروا لك واحد العرس مبرع باش تتعلم. تجي حتى للمغرب وتقول لهم غادي نبيبي، انا غادي نبود، وكتغوت. والسيد عنده البوسطات وتيقول لك طفل، وخرجوك وخرجتي كتسب المغاربه. صحابك راه عندنا الزريبه، راه عندنا دوله يحكمها القانون. وزيد واحد سارق جهاز اللاسلكي، اش غادي يدير به؟ حتى هو راه تقبض، راه في الحبس من اجل السرقه. واش هذا شعب؟ وواحدين تيقطعوا الفلوس. اش داروا لك الفلوس؟ خلوا دوك الفليسات هذوك على الاقل ملي تمشي الا كنتي اظن نكازا، هادو نكازا اظن عندهم جنسيه انجليزيه فرنسيه،
تتمشي للانجليز وصيفطهم الحباب كاع الاقليه القوميه يشريو، ولا صحابكم اللي عنده شي جنسيه مزدوجه غادي يخلع بها المغرب، هذيك تيخلع بها الدوله الزريبه. اما المغرب والله حتى يتحاكموا طبقا للقانون، تقول لي ميريكاني ولا تقول لي انجليزي ولا عندي جواز هذاك، حتى تمشي للطواليت ودير به حوايج اخرى غادي يتحكم طبقا للقوانين نتاع البلاد. ياك ما قال لكمش نقريحه وتبول ولا السفاره اللي صيفطتكم من الانجليز غير منين يهضروا معاك جبدوا الباسبورات وقولوا لهم حنا راه حنا انجازه. ايوا تبارك الله عليكم غتديو ما تعاودوا، والله ينعلها سلعه تريك لا. وخرجوا لنا اسمعوا نوريكم واحد جبروت، ما سي يقول واحد جبروت عاوتاني غنقراو. هذا جبروت خرج كيهدد الجامعه الملكيه لكره القدم، بمعنى ان هذا الجبروت هذا اسم خيالي، هو جبروت خارج من الجزائر، من الدوله الزريبه، من حكام الزريبه، ماشي من حكام الزريبه. سمعوا نقرا عليكم هذا الشيء هذا. الاختراق جاء عقب ملاحظه افعال تمس المنتخب الجزائري لكرة القدم، تحيز التحكيمي ضده، إزعاج اللاعبين ليلة مباراة نيجيريا، وكذا العديد من التزاوجات بخصوص التصوير داخل الحصص التدريبية، تضييق على أنصار وملاحقتهم قضائيا عن طريق تلفيف قضايا وهمية. أولا هذوك اللي كانوا دايرين الضجيج اللاعبيه ديالكم راهما غير ولاد الزريبه، كانوا كيمشيو حتى لسميتو حتى للباب الفندق وتيطلبوا باش يدخلوا، تيطلبوا دي تيكيت باش يدخلوا للملعب. ما عندهمش، كانوا كيسعاو ما بقاش سعى يعاقوا بهم المغاربه. تضييق على الانصار وملاحقتهم قضائيا عن طريق تلفيق قضايا وهميه. شنو قضايا وهميه؟ السيد بان تبول قضيه وهميه، سرقه جهاز اللاسلكي قضيه وهميه، تمزيق عمله قضيه وهميه، السب في المغاربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مباشره من مراكش قضيه وهميه. نعلة الله عليكم، نعلة الله عليكم، نعلة الله عليكم. ونزيدكم الحملات الالكترونيه ضد المنتخب الوطني والعالم الوطني وكل ما هو جزائري. ابدا العالم الوطني ما عمر شي مغربي مسو. اي باش حنا كمؤثرين تنسبوكم، تنسبو غير دوك اللي في الزريبه اللي غادي مع شنقريحه وتبون. اما راه كاينين الاحرار حاشا لله واش هادو كيتمسوا. هذه عينه من الملفات التي تمتلكها ان لم يطلق سراح الموقف الشاب رؤوف بالقصف، فسوف نقوم بنشر قواعد البيانات كامله. كتهددونا. شكون هو هذا رؤوف بالقاسم اللي دايرين عليه هاد الفضيحه كامله؟ علاش ما هضرتوش على دوك اللي مزقوا النقود وداك اللي سرق الجهاز اللاسلكي وداك اللي كان كيسب المغاربه في مراكش، وكتهضروا غير على هاد رؤوف؟ شنو هو؟ قولوا لنا شنو العلاقه ديالكم مع رؤوف؟ واش نتوما هما اللي رتبتوا له الدخول؟ انا ما كنهضرش مع جبروت راه هي الدوله، كونوا على اليقين التام راه ما كاين لا جبروت ولا يديك الدوله نتاعت الزريبه هي اللي دايره هذا الشيء. كيفاش تطلقوه؟ اقسم بالله لا تطلق حتى يتحاكم ويدوز المحكوميه ديالو هنا وورينا ما انتم فاعلون. نزيدكم رساله الى القجع، نمتلك قواعد بيانات متعلقه بانظمه حساسه خاصه بالجانب الاخر من عملك وانت تعلم ذلك، لذلك لا تختبر صبرنا والا وجدت 90 تيرابايت من البيانات الحساسه مسربه للعنان. 90 تيرابايت، عرفتي شحال هي 90 تيرابايت؟ الزريبه راه خصك كاميون. وكيفاش كتهدد؟ نشر قولنا اش غادي تقول، قولنا حنا كنعرفوا شكون هو القجع وتنعرفوا خدمته. نشر لنا شي حوايج ونلصق وكاد ودير عاوتاني التزوير وطلقها.
زعما غادي دابا نتوما الدولة الزريبه كتخلعوا القجع باش انه يهضر لك مع النيابه العامه وتطلقوا. اقسم بالله لا تطلق. وانا كنحب لكم هذا المنبر هذا جبروت. نزيدكم رساله الى الجهاز القضائي امامكم 72 ساعه قبل نشر بياناتكم. كنتحداوكم خرجوا كلشي وريونا اش عندكم. حتى القضاء كتهددوه طز فيك وراه طز باللغه التركيه هي الملحه. طز فيك اوف التبون اوف الشنقريحه ديالك. ورينا اش غادي ديروا. ولقيتو غير الجامعه الملكيه لكرة القدم ما قدرتوش تخترقوا شي حاجه اخرى، واخترقوا شي حاجه اخرى وقولوا لنا. رساله للحموشي: انت من لفقت الملف وانت من امرت بحذف اشرطه مراقبه كاميرا الملعب. ان لم يطلق سراح الشاب الموقوف رؤوف بالقاسمي ستجد قواعد بيانات الخاصه بالجهازين التي تشرف عليهما منشور للعلن. نقول لك واحد القضيه، ورينا حنت يديك. حنا كنعرفوا شكون هو الحموشي وكنعرفوا شكون هو القجع وخرجوا ما بغيتو خرجتوا لنا. انا راه كاينين شي تصاور نتاع حكيمي الباسبور ديالو وكاين شي بطاقه اخرى نتاع اكراد وكاين نتاع بونو وكاين من بعد اش غادي يطرا. المغاربه كلهم تايقين في الامن ديالهم وتيقين في القجع ديالهم وتيقين في الجامعه الملكيه. وخرج ما بغيتي قال وخرج وقول هادو المغرب. وفي العود ما ديروا هاد الشيء هذا وخرجوا البيانات نتاع الشنقريحه ودوك الجنرالات اللي دايرين مصيبه في الخارج. استثمارات بالملايير نتاع الشعب، والشعب كيتفكر وقابط طابور الصف على الزيت باش ياخذ ليطرو ولا نسيطرو. في العود ما تتهد كما كتقولوا لا حول ولا قوه الا بالله. كتهكم على المغاربه وكتهكموا على القجاع وكتهكموا على الحموشي. اتهكم على شنقريحه اللي مبين لكم هو وداك التبون اللي ما عرفنا ما عمرو كان رئيس. واش رئيس اللي كيهضر على الحمص والزيت ولا هاد رئيس؟ هاد الاتهامات كامله ما عندها ما دير. ورونا حنت يديكم. وهذا رؤوف بالقاسمي يقولوا لنا اش عندكم معاه. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك عمالة جاسوس صيفطوه وكشفوا المغرب كيما كشف عسكر جايين هنايا. نتوما كتخلعوا المغرب 12 القرن، الدولة الأمة التراث ديالها وبالأصالة ديالها والشعب ديالها الناضج، نتوما كتخلعوه. وريونا اش غادي ديروا وحنا كننتظروا. خرجوا لنا هاد البيانات وخرجوا لنا هاد العقود نتاع اللاعبيه. ومن بعد اللاعب راه كيلعب خصو يتخلص، داير عقد راه خصو يتخلص. خرجوا لنا البيانات نتاع الجنرالات ديالكم بعدا. قولوا لهم فين مشات الفلوس. لا بنيه تحتيه، لا اقتصاد، لا دوله، لا هزائم في جميع المجالات. وكتقلبوا على المغرب. قريبه ضربتكم، كونوا على اليقين التام ان قريبه ضربتكم. وغادي المغرب غيضربكم واحد الضربه اللي غادي يرجعكم عاوتاني واحد 500 سنه للوراء. 500 سنه. الشعب ما كيستحيي، الدوله ما عندها مقومات نتاع دوله. رئيس ما هو رئيس وخرجتوا كتقولوا جبروت. اذن داك جبروت اللي كنتو كتهضروا عليه شحال هادي انه كاين شي راهم في شرق اسيا ولا كذا، لا، جبروت هي الجزائر وهي اللي دايره هذا الشيء هذا. حنا كننتظروا اش غادي توريونا. وعطيتونا 72 ساعه ننتظروا الحكم ان شاء الله نهار الاثنين. الا ما عطاوه الجلسه اخرى ننتظروا الحكم نهار الاثنين ان شاء الله. وشوفوا لنا هذا رؤوف بالقاسمي
اش غادي يطرى معاه؟ والله لا خرج بالله تيتحاكم، اما يتحاكم بالحبس او لا يتحاكم بغرامه. اما باش غادي يخرج بدون محاكمه والله لا خرج. اجبروت هيك يا ويلي. لقيتي غير نتوما دولة نتاع الدلالة، اللي فاق فيكم الصباح تيتقعد، اللي فاق الصباح راه هو اللي حاكم. دولة البول كتشري معلمين غير البول والسرقة والسعاية حنا كنتظروا نهار ان شاء الله، وكنتظروا 72 ساعة اش غادي يخرج منها ولا لا لقاء. المهم حنا ننتقم لكم، وخرجنا نيجيريا من السباق من بعد ما دلاتكم وعطاتكم 2-0، وبقات دولة واحدة في شمال افريقيا هو المغرب اللي غادي يحصل على الكاس ان شاء الله نهار الاحد. ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في كاس العالم، وكونوا على اليقين التام ان الدور الاول غادي ترجعوا بباليزاتكم. لا دين لا دولة لا اقتصاد لا رئيس لا شعب. الزريبه كنتو تخليو عندكم درك رؤوف بالقاسمي ولا سميت ولا بوغا ولا مسيو بيبي، كنتو تخليوه وتسدوا عليه الزريبه وبقاو تما حتى يرث الله الارض ومن عليها. اما الشاكله ديالكم راه ما خاصهاش تخرج، وما خاصهاش تشوف الحضاره، وما خاصها تشوف التاريخ، وما خاصهاش تشوف الاقتصاد. انا مخير فيكم ولا كيسعى. المراه حطات لكم قصريه نتاع كسكسو وبدات تتحكم فيكم، مغربيه كتقول قول عاش الملك، بقاو الجوع وعارفين كتخرجوا كتقول عاش الملك عاش سيدنا، وكتاكل شي الجوع سيدي. ملي كتهضروا بان بغينا نطلقوكم هذوك وعندكم نتوما ناس طيبين واليد الممدوده دوك الجثامين اللي مازال عندكم تما نتاع دوك الجوج السعيديه، اش داروا لكم؟ اللي قتلتوهم ومازال عندكم ومازال واحد في الحبس تما، اش داروا لكم هادو؟ هذه هي اليد الممدوده ديالكم. ما كتحشموا شيء. يا دولة العهر ما عندكم شيء ريحه الحشمه، وكتقول لك كتهدد الدوله. يا بوزبال نتوما الشعب غير تعيش في الزبل كما عايش فيه. الشعب اللي يبول في ملعب ويقولها جهرا ويصورها كتفتخر به. الشعب اللي مقبوض سارق جهات ما عندهم ما يدير له، وكتنتمي له وكتقول انا جزائري. خصك من تخرج برا ما تقولش جزائري، قول انا بدون لا جواز لي، لانني انتمي الى دوله كلها فقار البير، لا ما عندها حتى شي حاجه، دوله الهزائم. واخر شيء انتم انهزمتوا في الكره، والاتي اكثر، وكاع اللي تبعكم تيجيبها في راسو. ونهار ان شاء الله نهار الحد غنوريكم الكاس، باش اللي غادي يطرطق شي حاجه يطرطقها، واللي غادي يموت بالسم يموت، والمغرب ديما عود في عينيكم. وباذن الله الكاس ما غتدخلش المغرب. ونتلاقاو ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.